السلام عليكم وتحية طيبة. ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير. أولا يجب التمييز قانونيا بين مصطلحات سياسية. أكو مذكرة تفاهم، أكو معاهدة، وأكو اتفاقية إطارية، وأكو اتفاقية. مذكرة التفاهم هي عبارة عن إعلان نية بين طرفين للتعاون نحو هدف مشترك، وهي وثيقة غير ملزمة للطرفين قانونيا. متى تصبح ملزمة؟ إلا إذا اتفق الطرفان على كونها ماذا؟ ملزمة، وبذلك تصبح معاهدة. هذا أولا، معلومات سياسية بسيطة هذه. الاتفاقية الإطارية هي إعلان نية، لكنها أعلى درجة من مذكرة التفاهم وأقل درجة من الاتفاقية. الاتفاقية الإطارية تعني أن الطرفين يتعهدان بتنفيذ البنود المدرجة فيها، ويتركان ما لا يتفقان عليه خارجها ليتم التفاوض عليها وإدراجه بالتدريج مستقبلا. لكن ما يتم إدراجه يكون إلزاما ولزاما على الطرفين تنفيذه، وهناك جهات تحكيمية لحل الخلافات في الاتفاقية الإطارية. أما الاتفاقية هي الأعلى درجة على الإطلاق، فهي وثيقة للتعاون بين الطرفين في مجال معين، وتكون ملزمة للطرفين ولها شروط جزائية وتحكيم، وتعتبر بمثابة العقد القانوني بين الطرفين، وهناك جهة تحكيمية لحل الخلافات في الاتفاقية. نأتي الآن. طريق الحرير كان أولا سابقا مذكرة تفاهم وقعها السيد حيدر العبادي مع الصين عام 2018، وهي ليست ملزمة للطرفين حسب تعريف مذكرة التفاهم السياسي اللي شرحته. يعني أي رئيس مجلس وزراء آخر يجي وراء يمكن أن يلغيها بكل سهولة، لأن ما تترتب عليها آثار قانونية. لكن حسب المعلومات المتوفرة، الذي فعل مذكرة التفاهم مع الصين بخصوص طريق الحرير هو السيد عادل عبد المهدي عام 2019. وحسب المعلومات المتوفرة فإنه رفع درجة التعاون من مذكرة تفاهم إلى اتفاقية إطارية ملزمة للطرفين. يعني إذا الجانب العراقي تنصل لأي سبب، سواء بضغوط من الولايات المتحدة أو ضغوط سياسية داخلية، هنا الصين من حقها أن تقاضي الجانب العراقي. لذلك الصين عليها أن تتحرك أيضا للضغط على الجانب العراقي بتنفيذ الاتفاقية الإطارية إذا موجودة فعلا، مو مذكرة تفاهم، وإلا راح تقوم بمقاضاة العراق قانونيا إذا كانت اتفاقية إطارية، في حال فعلا كانت هناك اتفاقية إطارية. أما إذا كانت فقط مذكرة تفاهم كما ادعى رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي، فإن الصين لا يحق لها الضغط على الجانب العراقي، والحكومة العراقية غير ملزمة بتنفيذ كل ما جاء في مذكرة التفاهم، بل تنفذ بعض فقرات مذكرة التفاهم، وهذا ما تلاعب به السيد مصطفى الكاظمي. نعم، كيف؟ أعطيكم الدليل. بعد أن وجهت أنا نقدا للسيد مصطفى الكاظمي بتاريخ 5/10/2020 بعد أول لقاء تلفزيوني له في الشهر العاشر على قناة العراقية، ووصفته بأنه أفشل لقاء إعلامي، تذكرون موجود المقطع والحلقة، لأنه لم يتطرق إلى ملفات وطنية حساسة مثل ميناء الفاو الكبير، الربط السككي، طريق الحرير، يعني خور عبد الله، النفط المصدر من الإقليم، منافذ العراق الشمالية وغيرها. ماذا حصل بعد هذا النقد؟ خرج السيد مصطفى الكاظمي بعد حوالي شهر من هذا النقد ورفع بعض الأوراق وقال هذه مذكرة تفاهم مع الصين وقعها السيد حيدر العبادي، ثم استخدم لفظة الاتفاقية الصينية لأنه يعلم بأنها تغيرت من مذكرة تفاهم في زمن السيد حيدر العبادي إلى اتفاقية إطارية في زمن السيد عادل عبد المهدي، وهي ملزمة للطرفين قانونيا. لكن أين تلاعب السيد مصطفى الكاظمي كما ادعيت أنا؟ قال نحن مستمرون فيها، والدليل بناء 100 مدرسة وقع عليها الطرفان. يعني ترك طريق الحرير وركز على 100 مدرسة. هنا التلاعب. والسؤال، هو العراق محتاج الصين لبناء 100 مدرسة؟ هل هذا كلام معقول منطقي؟ العراق الغني بالنفط والكفاءات غير قادر على بناء 100 مدرسة يا سيد مصطفى الكاظمي؟ خلونا نشوف كلامي صحيح لو لا. تفضل مشاهدة المقطع. هذه هي الاتفاقية الصينية، تم توقيعها في عام يوم 11 آيار 2018 هذا التاريخ، في زمن حكومة الدكتور العبادي، وعبارة عن مذكرات واتفاق وليس اتفاقية. اتفاقية ايش تحتاج في البرلمان. هذه اتفاقيات استراتيجية مهمة لخدمة العراق مع كل ظروفنا الصعبة وانهيار أسعار النفط والتزامنا باتفاقية أوبك بلس. ما زال الصندوق بين فترة وأخرى، صندوق العراق الصيني، يحصل على أموال لدعم مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة وموقعها عن الجانب العراقي وكيل وزير المالية السابق الأستاذ ماهر، الآن هو وكيل وزير التخطيط. والدليل على ذلك عدم الغاء أي مذكرة تفاهم. صار لنا أسبوعين 3 أو أكثر نتناقش مع الأمانة في مجلس الوزراء وزارة الإسكان،
والمؤسسات الشعرية الهندسية لتنفيذ مشروع 100 مدرسة في عموم العراق ضمن مذكرات تفاهم مع الصين. هذه موجودة، لم يتم إلغاء أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق مع الجانب الصيني. إذا ركز على 100 مدرسة حتى يوصل فكرة احنا ملتزمين، لكن أين الالتزام بطريق الحرير الموجود في الاتفاقية الإطارية؟ ماكو. ليش ماكو؟ لأن الولايات المتحدة وصلت أوامرها بعرقلة هذا الأمر، إضافة إلى قوى سياسية داخلية ودول إقليمية طبعا. وأمريكا قالت للسيد مصطفى الكاظمي اطلع للشعب العراقي بالورقة البيضاء حتى تكون بديلا عن اتفاقية الصين. والورقة البيضاء أيضا فصلتها بدقة في حلقة خاصة ممكن ترجعوا لها، وهي ورقة فاشلة، مجرد حبر على ورق، بل حتى أنها لم تخصص صفحة واحدة بخصوص مكافحة الفساد. شلون تسوي إصلاح وعندك فساد؟ إذا المطلوب من الحكومة العراقية نشر جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات مع الصين. يجب أن تنشرها من 2014 إلى الآن حتى يطلع عليها الشعب العراقي ويقرر، وهذا من حق الشعب. ليش الحكومة ترفض نشرها؟ لغاية تاريخ هذه الحلقة لم يتم نشر نسخة واحدة من أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية إطارية أو اتفاقية مع الصين بخصوص ميناء الفاو وطريق الحرير أبدا. كل المعلومات اللي تحدث عنها بعض الإخوة الكرام هي من خلال وسائل إعلامية، لكن هل تم نشر نسخة منها؟ أبدا. نريد نسخة منشورة مثل ما تنشر الأمم المتحدة اتفاقياتها. شاهدوا مثلا هذه الاتفاقية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كيف نشرت نسخة منها بكل تفاصيلها. لاحظوا هذه نسخة من الاتفاقية كيف يتم نشرها. لاحظوا كل التفاصيل، كل المحتويات، كل البنود. لاحظوا أحبتي، هذه اتفاقية منشورة بصورة كاملة ويمكن أن يطلع عليها أي شخص في أي مكان في العالم. لاحظوا، ومنشورة أيضا باللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، واللغة العربية واحدة من اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة. لاحظوا أحبتي، هل تم نشر ما حدث من تعاون بين العراق والصين مثل هذه النسخ؟ أبدا، لم يحصل. لذلك نحن نطالب الحكومة العراقية بنشر نسخ مثل هذه اللي عرضتها على حضراتكم. يعني مثلا أنا كشخص حاصل على شهادة عليا في الهندسة وبدرجة مهندس استشاري، وكذلك حاصل على شهادة عليا في العلوم السياسية، أحتاج أطلع على النسخ الواضحة حتى أستطيع أن أفصلها للجمهور، وأيضا أدرسها بشكل منطقي وعلمي وهندسي واقتصادي وسياسي وأشرحها إلى الجمهور الكريم. حقنا لو مو حقنا؟ هذا مصير شعب ومصير بلد. إلى متى هذا السكوت أحبتي الكرام؟ إلى متى؟ سلمونا هذه النسخ، مو بعض البنود المنشورة على ذمة وسائل إعلام مقروءة. لا لا لا، نريد نسخ مثل النسخة اللي شاهدتموها قبل قليل، حتى حديثنا يكون مستند على أسس علمية رصينة ونحافظ على ثقة الجمهور. من نتكلم نعرف ايش نحكي. قلت في الشهر العاشر من عام 2020 بعد 5 أشهر من حكومة مصطفى الكاظمي بأن هذه الحكومة صممت لتكون أخطر حكومة على العراق والعراقيين، ولم أقل ذلك عبثا أبدا. لاحظوا سعر العملة العراقية، لاحظوا ارتفاع أسعار المواد، لاحظوا تأخر النمو الاقتصادي، وميناء الفاو الكبير من الصين إلى كوريا الجنوبية. ميناء الفاو الكبير مو فقط كبير بحجم الميناء، لا، هو كبير أيضا من ناحية النهضة الاقتصادية الكبرى، ولازم الشعب يعرف هاي الحقيقة. وحتى دول إقليمية مستعدة تدفع مليارات الدولارات لعرقلة هذا الميناء وتحييده. هذا الأمر لازم يكون بعلم شعبنا الحبيب طبعا. لماذا لم يخضع رئيس مجلس الوزراء الاستضافة في البرلمان بخصوص ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير؟ ليش؟ فكروا شوية أحبتي، ليش ماكو ضغط سياسي؟ ليش الحديث والضغط محصور ببعض الشخصيات الوطنية، وبالمقابل حينما نتحدث نحارب من قبل بعض الجهات السياسية وجهات إعلامية متفقة مع هذه الجهات السياسية؟ إذن نحن بحاجة إلى دعم شعبي سلمي كبير ودعم من جهات وطنية أخرى. تصبحون على وطن آمن.